ازيك؟ عامل ايه؟ عايزك تتخيل معايا الآتي. لو قلت لك إنه في مدينة هارلم الهولندية في كنيسة اسمها جروت كيرك، ودي كنيسة بروتستانتية إصلاحية وكاتدرائية كاثوليكية. المهم في الكنيسة دي في جرسين كبار جدا، ومن قرابة ال1000 سنة ولحد النهاردة الجرسين دول بيدقوا كل يوم الساعة 9، وبيستمروا على الحال ده لمدة نص ساعة كاملة. ودق الأجراس ده إشارة لانتصارهم في الغزو واقتحام مدينة الأعداء المستعصية. وتخيل بقى، وعايزك تمسك نفسك كويس لما أقول لك إن المدينة دي مدينة دمياط المصرية، والأحداث دي كانت أثناء حصار دمياط من قبل الحملة الصليبية الخامسة. هات شايك، قهوتك، نسكافيهك، وتعال نشوف الحكاية دي. في بداية القرن ال13 الميلادي بدأت الحملة الصليبية الخامسة زحفها على مصر، وده كان من خلال الاستيلاء على مدينة دمياط، واللي كانت بمثابة مفتاح حقيقي وقتها لمصر. وطبعا السيطرة على مصر وسحق الدولة الأيوبية القوية يعني القضاء على المقاومة تماما. وصلت أولى فصائل الصليبيين لدمياط في مايو 1218، ودمياط وقتها كانت مدينة محصنة بأسوار قوية وبرج في جزيرة في البحر أمام أسوار المدينة اسمه برج السلسلة، لأنه كان بيتميز بسلسلة حديدية ضخمة بتسد مدخل نهر النيل ومدخل ميناء دمياط، وبالتالي مفيش أي سبيل للصليبيين يمكنهم من أنهم يرسوا ويحاصروا المدينة ويدخلوها بدون تخطي السلسلة. ويقال أن السلسلة دي سببت مشكلة كبيرة جدا ليهم، وبقت أهم عائق بيقابل الحملة كلها. وعلشان كده بتحكي الأسطورة الهولندية الهارلمية أن الجنود الهارلميين بما أنهم كانوا مهرة جدا في صناعة السفن قرروا يصنعوا سفينة عظيمة جدا، وخلوا واجهة السفينة بالكامل على هيئة منشار ضخم. وحسب الأسطورة برضو قدرت السفينة أنها تنشر السلسلة وتفتح الطريق للأسطول علشان يدخل المدينة ويحاصر أهلها. ومن اللحظة اللي اقتحم فيها الأسطول المدينة بدأت أجراس الكنيسة تدق من يومها ولحد النهاردة. المهم رست السفن على شواطئ دمياط ونزلت القوات الصليبية، ولكن على الرغم من كل ده فشلوا في انهم يقتحموا المدينه بشكل فعلي على الارض، وفرضوا على المدينه حصار قوي لمده سنه ونص كامله، وعرضوا اهلها لمجاعه كبيره جدا، ولكن المقاومه كانت مستمره. وتخفيفا للمعاناه على اهالي دمياط ارسل السلطان الكامل بن العادل الايوبي وعرض الصلح وبعض المدن مقابل فك الحصار عن دمياط واهلها، ولكن البابا أرونيوس الثالث رفض العرض. وفي ليله الرابع للخامس من نوفمبر عام 1219 قدر الصليبيين انهم يحتلوا دمياط ونهبوها بالكامل وقتلوا وعذبوا اهلها وخصوصا اقباطها، وبعدها عينوا عليها مطران لاتيني روماني، واصبحت من بعدها دمياط مدينه مهجوره تماما. بعدها بدا الصليبيين زحفهم نحو المنصوره، وارسل السلطان الكامل مره ثانيه وعرض عليهم الصلح، ولكنهم المره دي اشترطوا التنازل عن كل المدن اللي حررها صلاح الدين بالاضافه لبعض المبالغ الماليه، واترفض الصلح مره ثانيه. وفي مايو 1221 يبدا الهجوم على المنصوره، ولكن في الوقت ده بالذات وبما اننا كنا بنلعب على ملعبنا فالارض بتتعاطف مع اصحابها، يبدا فيضان النيل ويحصل حاجز بينهم وبين المدينه، وكمان بتنقطع عنهم الامدادات بسبب الوحل اللي سببه الفيضان. فالسلطان الكامل اول ما عرف باللي حصل قال نضرب ضربتنا. استغل انهاك القوات الصليبيه انقطاع الامدادات عنهم وارسل لهم جيش من دمشق علشان يقطع عليهم طريق الرجوع، لانهم كانوا قرروا ينسحبوا. وبالفعل وصل الجيش وحاصرهم باعداد كبيره جدا في منطقه المنزله، وعرف قادة الحملة وقتها أنهم في مأزق فعلا. وبعد فترة من المناوشات أرسل الصليبيين وطلبوا الصلح بدون أي شروط أو طلبات، وبالفعل تم توقيع المعاهدة في أغسطس سنة 1221، وبدأ بعدها الصليبيين مغادرة دمياط. وبس يا سيدي، وبكده تكون منيت الحملة الصليبية الخامسة بالفشل. وحاجة أخيرة حابب أقولها، زي ما الأجراس لسه هناك بتدق، إحنا برضه لسه فاكرين وبنحكي، وهيجي بعدنا اللي هيبقى فاكر ويحكي قصة الناس اللي وقفت وكافحت، وأظن واضح مين فينا قصته اللي تستاهل تتخلد وتتحكي. وهنا بيجي دورك، أنا حكيت القصة وأنت ساعدني في نشرها، فلو عجبك الفيديو ما تنساش تشيره وخلي غيرك وغيري يعرف ويحكي. سلام.